السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم فيو دراما. بهذا الفيديو ملخص للحلقة 24 من مسلسل حمدية. بس قبل ما نبدأ كالعادة يا سادة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مصدر السعادة، ولا تبخلوا علينا بلايك واشتراك بالقناة وخلونا نبلش. أحداث الحلقة 24: تحت سماء من الرصاص والشك، كشف هوية اليد المجهولة. بداية الحلقة: تبدأ الحلقة بكشف الشخص الذي وضع يديه على عيني حمدية، ومن المرجح درامياً في هذه المرحلة أن يكون محمد ابن أبو محمد. يستمر محمد في أفعاله الصبيانية المزعجة، مستغلاً الفراغ الذي تركه والده المشغول بمراسيم عزاء شقيقه عصام حمدية. تنفض يديه بخوف شديد، ويحدث حوار متوتر يحاول فيه محمد إيهامها بأنه يحبها، بينما تذكره هي بمكانته كابن للعائلة ومكانتها كخادمة، لكنه يهددها بكلمات مبطنة بأنه يستطيع طردها إذا لم تستجب له. صدمة أبو محمد المرية: يظهر أبو محمد في حالة انكسار تام، فبعد أن كان يحتفل برتبة النسر نراه الآن يجلس صامتاً في الهول ينظر إلى بدلة شقيقه عصام العسكرية. تبدأ أحزانه بالتحول إلى حالة من العصبية المفرطة تجاه حمدية حمامة، فبينما تحاول خدمته يصرخ بوجهها لأتفه الأسباب، مما يعكس الضغط النفسي الذي يعيشه لفقدان حزام ظهره. مشروع فريدة وقوة الإرادة في الكاظمية: نرى فريدة وهي تبدأ فعلياً في تنفيذ خطتها للطبخ المنزلي مع جارتها. تظهر مشاهد حية لتجهيز القدور الكبيرة والعمل الشاق. فريدة تعبر عن إصرارها على حماية عائلتها من الفقر الذي كان يهدد بانهيار بيت الخال فاضل على عجزه عن العمل. هذا الخط يبرز التناقض بين حياة الرفاهية المكسرة في بيت الضابط وحياة الفقر المكافحة في بيت الخال فاضل. صراع كريم وتضحية النصف: يظهر كريم وهو يعمل بجهد مضاعف في المحل بينما تراقبه أمام سارة بامتنان. يدور حوار بين كريم وزميله عن سبب قبوله بنصف الراتب، فيكشف كريم أن وعد الزواج من سارة هو النور الوحيد في حياته المظلمة. لكن تظهر بوادر أزمة عندما يعلم كريم أن والده حاتم ما يزال يماطل في أمور الأوراق الرسمية الجنسية، مما يهدد استقرار مستقبله مع سارة. تصاعد الخطر الليلي: تعود الكاميرا إلى غرف البيتونة ليلاً. يدخل محمد إلى غرفة حمدية بحجة الحزن على عمه عصام، ويطلب منها أن ينام بجانبها. حمدية تعيش صراعاً مميتاً بين شفقتها عليه وبين خوفها من الفضيحة أمام الضابط الاستخباراتي أبو محمد. ينتهي المشهد بتهديد محمد الصريح: إذا ما تخليني راح أقول لبابا أنت اللي تتحرشي بيا. فتنهار حمدية باكية صمت. قفلة الحلقة: المفاجأة المنتظرة. بينما تجلس حمدية في المطبخ فجراً لتجهيز الريوق، يدق باب المطبخ الذي اعتاد أبو محمد قفله. تفتح حمدية الباب لتجد عسكرياً غريباً يسلمها بقجة قديمة كانت تخص عصام أو رسالة مفقودة. المفاجأة هي أن العسكري يلمح شذاوي ويسأل حمدية بسؤال صادم: هاي البنية ليش تشبه مهدي العجمي؟ إشارة لشخص كان يعرف مهدي في الجبهة أو السجن. تحليل الذكاء الدرامي في الحلقة 24: تمطيط الزمن. التركيز على تداعيات موت عصام يضمن عدم القفز إلى عام 1988 سريعاً. بناء التوتر: تحويل محمد من طفل مدلل إلى مبتز يخلق صراعاً داخلياً قوياً لحمدية داخل المنزل الآمن ظاهرياً. ربط الخيوط: تضحية كريم بالمال من أجل سارة يمهد لمأزق قانوني قادم يتعلق بهويته الرسمية. استحضار الماضي: ظهور العسكري في النهاية يعيد شبح مهدي التبعية إلى الواجهة، مما يجعل حمدية تخشى أن ماضيها بدأ يطرق أبواب البيت الاستخبارات. لهون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تبخلوا علينا يا جماعة رجاءً.